السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا أحبابي بفيديو جديد وأمل جديد بالله سبحانه وتعالى. قبل كل شيء نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. قصة اليوم هي قصة غضبي من ابني وكيف تخلصت من هذا الغضب. حبيت نشارك معكم هذه القصة للعبرة للأمهات مثلي، أمهات العصبيات اللي يتعاملوا مع أبنائهم بدون وعي وتصرفوا بتعصب وغضب وعدم التفكير في نتيجة هذه التصرفات العدوانية اللي ممكن تأثر على الطفل بطريقة سلبية على شخصيته وعلى حياته مستقبلا. قمت بعض الأفعال خلتني قريب من أخسر ابني بسبب عدم تحكم في نفسي، اللي خلاني نفكر ونراجع تصرفاتي مرارا وتكرارا. قصتي هي ابني مصطفى البالغ من العمر 8 سنوات. في يوم من أيام الدراسة دخلت على ابني الغرفة. دخلت عليه فجأة حتى أتفقد دروسه وواجباته مثلي مثل أي أم. فكانت الصدمة إني وجدت ابني يلعب بالهاتف بعد ما أخذوا مني خفية بدون علمي، وتارك كل دراسته وواجباته. للأسف الشديد أخذت منه الهاتف بكل غضب، رميته على الأرض وقمت بتكسيره بكل عصبية. فكان ابني مصطفى ينظر إلي بطريقة عجيبة، كانت نظراته مملوءة بالخوف والدموع، كان مذعورا، كل أنحاء جسمه ترتجف. فهذا المنظر جعلني أراجع نفسي وأسأل هذا السؤال: لماذا كسرت الهاتف؟ لماذا تصرفت مع ابني بكل هذه العصبية؟ لماذا لم أتكلم مع ابني بكل هدوء؟ وبعد محاسبة طويلة اكتشفت أنه من حرصي الزائد عليه وخوفي تصرفت هذا التصرف العدواني، فرغت كل غضبي في الهاتف بدل ما أن أضرب ابني. ولما بحثت عن السبب وجدت أن مخي عمل شيء اسمه الانتباه الانتقائي، وهو أنه انتبهت للقطة واحدة، وهي أنه ترك دروسه ويضيع الوقت في شيء تافه وغير ضروري. طبعا بالنسبة إليه لأن الطفل صغير جدا يحب اللعب مثله مثل كل الأطفال، لكن من كثرة حبي إليه كنت أريد أن يكون ويصبح ويتصرف مثل ما أحب على طريقتي أنا، وأنه ولد مستهتر. وفي يوم وجدت كتاب يتكلم على هذا الموضوع، كتاب تعلمت منه أنه أي ردة فعل بتنتج منا بتكون نتيجة أنه شايفين المشهد من زاوية معينة، وحتى نتجنب ردة الفعل العنيفة مثل التي حدثت معي. فكل المطلوب منك ومني أن نأخذ نفس عميق قبل ما ننطق بأي كلمة، مثل هذه الطريقة: نفس عميق واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وحاولي تغير المكان المتواجدة فيه. أنت بهذا التصرف سيطرتِ على الجزء الأول، وهو تفريغ طاقة الغضب بشكل مفاجئ في طفلك. باقي الجزء الأهم هو أنك بتغيري أدوار وتحاولي تفكري بدماغ طفلك. يا ترى هو لماذا تصرف هذا التصرف؟ وحاولي تبحثي على مبرر أو سبب تاني عقلك يقتنع به. مجرد التفكير في فكرة تانية رح يسحب دماغك الصورة السلبية التي مخك رسمها لطفلك في الأول، وساعتها رح تبدأي بتنظري للدنيا بعيون طفلك. بهذا الطريقة تخلصت من غضبي ومن تسرعي في الحكم على ابني وتعاملي معه بطريقة سيئة. بدأت أتخلص من عاداتي العصبية وغضبي لا سبب له ولا مبرر، وصارت علاقتي مع ابني علاقة أجمل، وأصبحت أفهم تصرفاته بشكل أفضل. جربي هذه الطريقة ورح تكون علاقة أم بطفلها علاقة سليمة مملوءة بالحب والسعادة وخالية من الغضب والتعصب وحب التملك. جربيها وادعي لي. وصلنا نهاية الحلقة، شاركوا المقطع مع كل الأمهات حتى تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.